سلام، ارسم ورغي معايا. النهارده هنتكلم على المعارض الفنيه ورواد المعارض الفنيه. مش كل الرواد، بعض الرواد، الناس اللي بتلبس فورمال وبتروح لابسه جميل جدا وتروح علشان تحضر معرض فيه لوح واعمال فنيه ومنحوتات ايا مكان. انا بستغرب من حاجتين: واحد بيدخل ويحرم لك الرسم ويحرم لك التصوير ويحرم لك النحت، طب انت جاي ليه؟ تاني بيدخل لو بيلف تراك هياخد وقت اكتر من لفته في المعرض، ما بيديش نفسه فرصه انه يقف عند كل لوحه يحاول يحسها ويستسهل ان هو يقول لك ها مين اللي رسم اللوحه دي؟ اشرح لنا بقى لوحتك بتتكلم عن ايه؟ ازاي يعني؟ هو انت ما تعرفش ان الكلمه اللي بتتقال ما تترسمش وكلمه اللي تترسم ما تتقالش لكن تتحس؟ طيب ايه الموضوع؟ والله لو انت مش مكهربينك وغاضبين عليك ان انت تيجي معرض فني، فانا ممكن اقول لك ودي اول معرض فني تحضره اقول لك ازاي تفهم اللوحه من غير ما تسال السؤال ده، لان حرفيا فعلا الرسام ما بيبقاش قادر يقول لك، يعني هيقول لك ايه؟ انا وانا برسم ما بكلمش، لان وانا برسم بيبقى بمشاعري واحساسي ودنيتي كلها عايشه جوه اللوحه، يعني انا مش موجوده معاك، انا بسجل كلام بعد الرسم، فانا مش عارفه اوصف لك اللي انا حاساه، ولو اعرف كنت كتبت، يعني كتبته شعر بقى، كتبته قصه، كتبته باي صوره ثانيه. يعني ادي لنفسك فرصه انك تشوف اللوحه، اقف على قد ما تقدر، لو مش مكهربينك وجايبينك غصب عنك فمن المحقق ان الوقت هتعب، واللوحه معروضه باليوم وبالاثنين عشان تشوفها وقت ما تحب وزي ما تحب وتقف قصادها زي ما انت عايز. الاول اقف على بعد 2 متر عشان تشوف اللوحه فعلا صح، او تشوفها من بعيد عشان تشوف الصوره بتاعتها، تقرا المعنى، سيب مشاعرك هي اللي تحس، سيب مشاعرك هي اللي تتكلم، هتلاقي اللوحه بتلمس حاجه عندك. طب والله انا وقفت قصاد اللوحه يعني 5 دقايق وما فهمتش، طب ما تديها 10 دقايق او ربع ساعه، مش هتخسر معاك. وقفت وما فهمتش، طب اعمل ايه؟ يبقى اللوحه دي مش ليك، يعني ما حسيتش بحاجه، ما وصلتلكش اي فكره، يبقى اللوحه دي مش ليك. بتخاطب حد ليه تجربه ثانيه في الحياه، لان غالبا اللوح حتى الابستراكت اللي هو الناس تبقى شايفاها ان هي شخبطه، لا هي معنى. في لوح لما تقف قدامهم تتاملها ممكن تخليك ترسم، لوح ثانيه تخليك تعيط، حسب حاجات كتير. اللوحه وانا برسمها ليها احساس، وانت لما تشوفها احساسك بيها ممكن يكون حاجه ثانيه. فكره انا بشوف اللوحه ازاي ملهاش علاقه بالفنان راسم ايه، ليها علاقه انت تستقبلها ازاي، قصتك انت مع اللوحه. انا قصتي معاها خلصت لما رسمتها، اللي جاي قصتك انت. ادي نفسك فرصه تتكلم مع اللوحه واللوحه كلمت، صدقني هتفهم، لان كل اللوح بتتقري عادي، بس اديها وقت يا اخي. يعني انا مش عارفه اقول لك ايه، انت خدت وقت ازيد عشان تلبس، الوقت اللي هتاخده قدام اللوحه اقل. ادي نفسك وقت قبل ما تسالها اللوحه دي قلت لي كلمه عن ايه. تاني حاجه بقى، بعد ما بصيت من بعيد، انك ممكن تقرب من اللوحه عشان تشوف البراش ستروكس، تشوف الفنان اشتغلها ازاي، تشوف شكل الملامس بتاعتها. غالبا مش بيبقى مسموح لك ان انت تلمسها، بس ممكن تشوف بارز والغائر بتاعها، الطبقات اللي محطوطه على بعضها، الصنع يعني. وده غالبا بتهم الناس اللي بيرسموا، لان يعني هم بيتعلموا، يعني مش مجرد بقى ان هو بيقرا اللوحه، هو بيتعلم منها. فايا مكان سواء كنت ترسم او ما ترسمش وحابب تقرب من اللوحه، بس يعني ان انت تقرب من اللوحه انت تدخل جوه تفاصيل مش هتشوفها زي ما انت تشوفها من بعيد، الاحساس الجامد بيبقى من بعيد. وبعدين براحتنا هي خلصت، ها انتوا بقى حاولوا تقولوا لي اللوحه دي بتتكلم عن ايه.